السلام عليكم يا اخواتي، إيه الاخبار؟ يا لهوي الكار ده مش قاري اقسم بالله. بس المهم عارف والله ان انا بقالي كتير غايب حبه حلوين، كنت قايل ان انا هنزل على طول وما نزلتش. بس اتهنت في مشروع التخرج وبعدها اكتئاب ما بعد التخرج وشويه حاجات كده. يعني انا بعمل الموضوع ده كهوايه، ان انا بحاول اساعدكم مش كحاجه، فما كنتش في مود ان انا اعمل حاجه بربع جنيه. فاهم الفكره؟ بس المره دي جاي لك ايه بقى بحاجه موت، حاجه انا عارف ان انتوا كلكم بتبقوا متلخبطين فيها وبترخم عليكم وتقريبا ما فيش حد بيشرحها كويس يعني. انا استنتجتها لوحدي، يعني انا حتى ما فيش حد اللي هو ايه قال لي هي بتتعمل ازاي، لا انا قعدت اجرب لحد ما عرفت هي بتتعمل ازاي، وهي الايزومرز. يعني انا عارف ان انتوا كلكم تقريبا بالنسبه لكم الايزومرز دي ايه كارثه، فتعالى نعملها كده ببساطه في فيديو ايه تلت ساعه ولا 25 دقيقه كده. ماشي. ونبدا الايزومر بايه؟ يعني انا نسيت ازاي كنت بستخدم البتاع ده. ماشي. هنبدا الايزومرز، واحنا بنتكلم على الايزومرز هنتكلم على كذا حاجه. هنتكلم على ايه؟ هنقسمهم بالنسبه للعائلات. هنتكلم الاول بالنسبه للالكان، وبالنسبه للالكين، واللي هي شبهها زيها بالظبط الالقاين، مش هنطول فيها. وبعدها عندنا اخر اتنين اللي هم مين؟ الحاجات السايكلو، اللي هم السايكلو الكان والبنزين، وهم شبه بعض بس مختلفين في حاجه واحده بس. تمام. بس نبدا بايه؟ نبدا بالالكان. ولو هنتكلم على الالكان فالايزومرز بتاعته يعني بتحصل ازاي؟ احنا عندنا ليهم ثلاث حالات، وهم على حسب انا عندي برانش واحد ولا اتنين برانشز ولا اكتر. بالظبط. تعالى بقى نبدا مثلا بحاجه كبيره زي السي 9 اتش 20، واوريك هنعمل الحاجات دي ازاي. اول حاجه بعملها كايه؟ ان انا برسم التسعه كربون ورا بعض، يعني واعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه. انا كده ده كده اول واحد. هل انا هعرف اعمل حاجه تاني؟ مش هعرف اعمل اي حاجه تاني في الموضوع ده. كل اللي انا هعمله بعدها ايه؟ هقلل كربون واعمل برانش. يعني بدل ما ارسمهم تسعه اقلل كربون في السلسله اخليهم 8 زي كده. 6 7 8 ان شاء الله. 8 1 2 3 4 7 8 بس. واقوم عامل ايه؟ اعمل الكربون الثانيه برانش. عندي قاعدتين بالنسبه للبرانش. بالنسبه للبرانش اللي فيها سي قاعد دي، خد بالك، ما ينفعش احطها على الاطراف. يعني ما ينفعش على الكربون دي ولا الكربون دي. ما ينفعش على الاطراف لان هي لو اطراف هيبقوا 9 كربون ورا بعض، فما ينفعش ان انا احطها على الاطراف. تاني حاجه، انا دلوقتي عندي كام كربون؟ 8 كربون. هقسم على كام؟ هقسم على 2. يبقى 4 كربون ده النص، صح؟ اعد 1 2 3 4 واشد خط. ده كده قاعده بالنسبه للبرانش الواحد. انا ما ينفعش البرانش اللي انا هحطه يعدي الخط ده. يعني لو بدات من اليمين انا كده كده هبدا من تاني كربون. ما ينفعش البرانش اللي انا هحطه يعدي الخط ده. ليه؟ عشان ساعتها هبدا ارقم من الشمال فيطلع نفس الكومباوند اللي انا عملته على اليمين. فاهم الفكره؟ فهبدا اشوف عندي كام برانش كده ممكن، او كام كربونايه ممكن احط فيها برانش. ادي دي اول كربونايه ممكن احطها فيها، يبقى ادي ده كده التاني، وبعدها شيلها البرانش ده واحطه في تالت كربونايه. ادي ده كده تالت ايزوم، وبعدها اقوم شايلها واحطها في البرانش ده. ادي ده كده رابع ايزوم. هل ينفع اشيلها واخليها تعدي الخط ده؟ اقول لك ليه مش هينفع. لان انت لو شلتها وخليتها تعدي الخط ده هنرقم من هنا 1 2 3 4، هو زي ما رقمنا من هنا 1 2 3 4، فعشان كده ما ينفعش. فهمنا ليه ما بنعديش الخط؟ فكده جبنا 4 ايزومرز. نقوم نازلين نقلل كربونايه كمان ونبدا نحط برانش. احنا كان معانا كام كربون؟ كان معانا 8 في السلسله، نقوم مقللين نخليهم 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7. وكده بقى عندي كام برانش؟ بقى عندي 2 برانشز. هو عامل ايه؟ ابدا ان انا احطهم كبرانشات. اول حاجه هعملها 7 على الاتنين فيها كام؟ 3 ونص. 3 ونص هعتبرها دايما 4. فاجي اعد ادي 1 2 3 4 واشد الخط بتاعي. ودلوقتي انا هيبقى عندي 2 برانشز. الاثنين برانشز من السي، ما ينفعش احط برانش على الطرف ولازم احطهم على ايه؟ على كربونات. هم بادئ عامل ايه؟ ابدا احطها من تاني كربون. ادي احط الاثنين برانشز على تاني كربون، وهبدا اثبت برانش، هثبت اللي انا عامله عليه بالدايره اهو وانطط التاني. فادي كده ده خامس شكل، او منطط التاني مودي فين؟ هنا. يبقى ادي سادس شكل. عموما ده شكل فيه حاجات كتير، استحاله اجيب لك حاجه زي دي في الامتحان، بس انا بشرح لك الفكره. فبعدها اقوم شايل دي وحاططها هنا. ادي كده سابع شكل. هل ينفع ان انا اعدي الخط ده طالما في واحد متثبت؟ ينفع. يعني هو في واحد متثبت فينفع. عارف ليه؟ عشان انا كده هفضل برقم من اليمين لان الناحيه دي الاقرب للبرانش، فعادي ينفع. يبقى ادي كده تامن. ادي كده تامن شكل، وبعدها اشيله واحطه هنا. وادي كده تاسع شكل. هل ينفع ان انا ارميه على هنا؟ لا ما ينفعش. وبعدها اقوم عامل ايه؟
ابدا احرك البرانش الثابت، ابدا اشيل ده وارجع البرانش الثابت بدل ما هو على تاني كربون اخليه على تالت كربون. طب والبرانش اللي كان بيتحرك ارجعه لتاني كربون؟ لا، هتحطه عند تالت كربون وتبدا تنططه تاني وهكذا لحد ما تجيب. فهي دي فكره الايزومرز بكل بساطه، تبدا تقلل عدد الكربون وتنطط. طب هل هو هيجيب لك حاجه كبيره زي كده؟ لا، هو استحاله يجيب لك حاجه كبيره زي كده، هو هيجيب لك حاجات اقل. وممكن يجيب لك ايه بقى؟ ممكن يجيب لك ديريفاتيف اوف الكان. وفكره الديريفاتيف اوف الكان هي نفس الفكره. يعني تخيل ان هو بدل ما يجيب لك مثلا حاجه كبيره زي كده يجيب لك C4H9Cl، وده كده ديريفاتيف اوف الكان. فانا لازم اعمل ايه؟ ابدا اجرب واقلل الكربون وانطط نفس الموضوع. فاول حاجه هعملها ايه؟ هبدا ارسم 4 كربون. مين البرانش اللي عندي؟ الCl. هسالك سؤال، الCl دي كربون؟ لا، دي Cl. ينفع تركب البرانشز على الاطراف عادي جدا طالما هي حاجه غير الكربون، مش هيحصل اي مشكله. بس عندك نفس الخط اللي في النص ده لازم ترسمه. فهم كاتب هنا ادي Cl، وبعدها اشيلها وانططها، ادي كده التانية. يبقى عندي هنا كام؟ شكلين. هل ينفع اخليها تعدي؟ ما ينفعش تخليها تعدي. فكده جبت كام شكل؟ شكلين. واقوم نازل الكربونايه اللي بعدها، اقوم عامل كام كربونايه؟ اعمل 3 كربون واحط برانش. هل البرانش بالنسبه للسي ينفع يبقى على الاطراف؟ لا، ما ينفعش. وبعدها ابدا احط الCl في البرانشات. عندي هنا 3 كربون، فاقوم راسم الخط اللي هنا وابدا احط الCl برانش هنا ادي واحد، والCl برانش هنا ادي التاني، يبقى ادي كده 4. طب ليه ما ينفعش احط الCl هنا او الCl هنا؟ لان ساعتها هرقم من ناحيتها وهتبقى 1 هتبقى زي دي بالظبط، هتبقى نفس العدد 1 2 عادي جدا. هي دي الفكره كلها. فكده جبت 4 اشكال. نجرب واحده تانية ويبقى عندي برانشين برضو اهو، بس يبقى برانشين مثلا ايه؟ C4H8Cl2. ونجرب. هقوم مثبت الكربونايه، ارسم 4 كربون. الCl ينفع احطها على اول كربون؟ عشان دي مش C. وبعدها اشد الخط اللي في النص. عندي 2 برانش، هعمل ايه؟ اثبت واحد وانطط التاني. هبدا انطط ده، يبقى دي كده ادي واحد شكل، هحطه هنا. ادي ده كده الشكل التاني، هشيله واحطه هنا. هل ينفع اعدي الخط؟ طالما في واحد ثابت. يبقى ادي الشكل التالت، وبعدها اودي هنا ادي الشكل الرابع. وبعدها اقوم عامل ايه؟ اقوم راسمهم تاني، واللي كان ثابت انططه للكربون اللي بعدها فيبقى Cl. هل ارجع اللي كان بيتحرك لاول كربونايه؟ لا، هحطه على الثانيه، ما ينفعش ان انا ارجعه. وبعدها ابدا ادي كده ده خامس شكل، ابدا اثبت واحد وانطط الثاني ويعدي عادي الخط. فادي كده سادس شكل، وادي كده سابع شكل. اجي هبدا احرك السي اللي كانت ثابته اخليها. هل الثابته تيجي تعدي الخط؟ اقول لك لا، الثابته ما تعديش الخط. عارف ليه؟ عشان كده الترقيم هيتغير، لان الثابته دي اللي كانت مثبته لي الترقيم من على الشمال. فما ينفعش ان الثابته دي تتنطط، ما ينفعش ان هي تروح هناك. هي دي الفكره كلها. تمام؟ حلو. هقول لك على حاجه برضو. الشكل ده هو الشكل اللي كان هنا، ان هي لما السئلايه هنا والسئلايه هنا هيطلع 1 3 برضه. ليه ما ينفعش الشكل ده؟ طالما السئلايه الثابته على تاني كربون ما ينفعش تخلي السئلايه اللي بتتحرك على اول كربون هناك، لان كده الترقيم هيتعكس. خد بالك هي كلها استنتاجات، فانت مع كتر الحل بتتعود عليها. بس الشكل ده لو جيت ترقم وتسمي هتلاقيه هو نفس الشكل اللي هناك، فده كده ما ينفعش. فهم 5 بس لحد دلوقتي. بعدها تقوم عامل ايه؟ تقوم مقللهم كربونايه وتبدأ تنطط السئلتين اللي معاك بقى وتعيش. تقعد تنطط السئلاية دي، تثبت واحدة وتحرك واحدة، هتنططها مرة هنا ومرة هنا، وبعدها هتقوم جايب السئلاية مرة هنا. فاهم؟ فهيطلعوا أشكال كتير. بس هي دي الكونسبت اللي انت بتبني وتبدأ تدور عليه. كده كده مش هيجيب لك حاجة صعبة قوي في الامتحان، لأن هي زي ما بقول لك هي ايه؟ هي حاجة انت بتقعد تجرب. فاهم قصدي؟ بس كده احنا قلنا بالنسبه للالكان. طب نخش بالنسبه لمين؟ بالنسبه للالكين. الموضوع بيبقى ازاي بالنسبه للالكين؟ ميزه الالكين ايه؟ ان انت عندك دبل بوند مثبته لك مكان الترقيم، فالموضوع ده بيخليه اسهل. بس فهي الفكره كلها ايه؟ تعالى ناخد مثلا حاجه زي البنتين، نعمل له الايزومرز بتاعته. هبدا اقوم عامل ايه؟ سي دبل بوند سي 1 2 3 4 5. حلو. بعدها اقوم عامل ايه؟ ابدا انطط الدبل بوند دي، ولازم ارسم الخط اللي في النص اللي هو اللي بين الكربونتين. يبقى ادي اول واحده، يعني خلي الخط هنا بالظبط، يعني اللي هو ايه؟ ما يعديش الكربونايه دي، يعني النص 3 فما نعديش الكربونايه دي. فاهم قصدي؟ بس فادي اول واحده. بعدها ننطط الدبل بوند هنا تبقى 2 بنتين. هل ينفع اعدي الخط اللي في النص ده؟ لا، مش هينفع. ليه؟ عشان هبقى 2 بنتين ابقى عديت الخط اللي في النص، فدي كده ثبتناه. اقوم عامل ايه؟ ابدا اقلل كربون واحط برانش. هي نفس القاعده. فاهو
هنبدا نقلل كربون، 4 كربون. احط فين الدبل بوند؟ احط الدبل بوند هنا، وابدا احط برانش. البرانش يبدا من عند مين؟ تاني كربون. ادي السهايه تبقى هنا. هل ينفع انطط السهايه واخليها تعدي النص؟ اه ينفع. ليه ينفع وتخليها تعدي النص؟ عشان الدبل بوند مثبته ناحيه الترقيم. فهي دي الميزه اللي عندك. فادي كده ده تاني، احنا قلنا ادي 1 2، يبقى ادي ده تالت شكل، وبعدها نوديها هنا ادي رابع شكل، وبعدها اوديها على، ما ينفعش اوديها ايه؟ ما ينفعش اوديها طرف. يبقى هم كام؟ 4 اشكال. ما ينفعش تحط السهايه كطرف مهما كان الاسباب. بعدها هتقوم عامل ايه؟ هتقوم ناقل الدبل بوند للحته اللي في النص، فتبقى سي دبل بوند سي سي، وتبدا تركب الكربون. يبقى ادي الخط اللي في النص هنا، اقوم حاطط سيهايه هنا وبعدها اشيلها. اجي احطها هنا، اقول لك لا ليه ما ينفعش تحطها هنا؟ ادي ده خامس شكل. طب ليه ما ينفعش تحطها هنا؟ عشان الدبل بوند بقت في النص بالظبط، فانا ممكن ارقم من اليمين او من الشمال عادي، لان الدبل بوند ما بقاش ليها قيمه، ما بقتش فارقه. فطالما هرقم من اليمين او من الشمال عادي، هنا هيبقى اسمه 2 ميثايل 2 بنتين 2 ميثايل 2 بيوتين، وهنا هيبقى اسمه 2 ميثايل 2 بيوتين، فمش هتفرق. فخد بالك الدبل بوند في النص ولا على الشمال هتثبت الترقيم. بعدها اخر واحده نقوم عاملين ايه؟ نقلل كربونايه كمان ونجرب نحط برانشات. معايا 2 كربون، هل ينفع احطهم على الاطراف؟ ما ينفعش. اجرب احطهم برانشات هنا، الاقي الكربون دي ماسكه ب5 بوند. يبقى انا خلاص كده جبت كل الاشكال. يعني فاهم الفكره؟ حاجه بقى ما تنساهاش دايما في الالكين، وانا بقول لك ان انت هتنساها دلوقتي وانا نسيتها في الامتحان، ان هو ليه ايه كمان؟ ليه سايكلو الكان. فما تنساش تجيب له السايكلو الكانز بتوعه، وهوريك بتجيب السايكلو الكانز ازاي. يعني هل ده ليه 5 ايزومرز بس؟ لا، ده لسه هنجيب له الايزومرز بتوع السايكلو الكان بتاعه. فده كده ما وقفش على كده. طيب عندنا بعدها مين؟ عندنا بعدها الالكاين. نفس الفكره بقى، نفس فكره الالكين بالظبط، ان هو اهو ادي 5 كربون. هقوم عامل ايه؟ ابدا احرك التريبل بوند، اخليها مره هنا. هل ينفع اوديها هنا؟ لا مش هينفع. ليه؟ عشان هيبقى اسمه زي ما هو، هنبدا نعكس الترقيم. هي الفكره كلها ان انت تحاول ما تعكسش الترقيم. وبعدها هبدا اقلل كربونايه واحط التريبل بوند. اهم حاجه بقى في التريبل بوند ايه؟ خلي بالك ان الكربون التانية دي اللي هي اللي ماسكه في التريبل بوند اللي في النص، ما ينفعش تحط عليها برانش، لان هي اصلا ماسكه بكام بوند؟ ماسكه ب4. فلو حطيت عليها برانش انت كده مسكتها ب5، كده دي كارثه. فالبرانش هتلاقيه يتحط فين؟ هيتحط هنا بس. فدي عندها 2 ايزومرز بس، وما لهاش كمان ايه؟ ما لهاش شكل السايكلو. فخلي بالك من الالقايم في الموضوع ده، بيحب يجيب لك تريبل بوند كربون وكربون. الكربونايه اللي في النص دي اللي ماسكه بقيه الحاجات ما ينفعش تحط عليها برانش، لان هي مش ماسكه في اتشات، ما عندهاش مكان ان هي تمسك في حاجه تانيه. وهي دي فكره الالقايم كلها. عندنا بعدها اخر 2 واللي هم مين؟ السايكلو الكان والبنزين. نبدا بالبنزين الاول. والبنزين سهل اهو، هو ده اللي بيجيبه في البنزين، بيبقى عندك كده وماسك كل كربونايه في ايه؟ اتشايه. ففكره البنزين كلها في ايه؟ بما ان كل كربونايه ماسكه في اتشايه، ان انا ممكن احط برانش في اي واحده من دول. فانت ممكن يبقى عندك كام برانش؟ برانش او 2، هو ده اللي هو بيجيبه. طب لو برانش واحد مش هيبقى ليها ايسوس. ليه؟ لانها اي مكان هتحطه فيها يفضل بنفس اسمها. طب لو برانشين، عندك ايه؟ عندك الاورسو والبارا والميتا. هي دي الفكره كلها بتاعت البنز. حاجه عمره ما جابها قبل كده في امتحان، بس لو انت عندك برانشين سي اتش 3 ليهم كمان واحد، اللي هو مين؟ يعني هم مش هيبقوا 3 بس اللي هم الأورسو والبارا والميتا، لا هيبقى في كمان سي اتش 2 سي اتش 3، ان انت تجمع البرانشين مع بعض، فكده بيبقى ليها ايه؟ 4 ايزومرز مش 3. بس دي عمرها ما جت قبل كده. طيب بالنسبه للسايكلو الكان، ايه الفرق بينه وبين البنزين؟ يعني لو جينا نرسم السايكلو هكسان، هو ده الفرق الوحيد اللي بينه وبين البنزين، ان هو كل كربونايه ماسكه بايه؟ ب2 اتش. فالكربونايه الواحده مش يجي عليها برانش واحد، يجي عليها برانشين. فاهم الفكره؟ يعني انا لو عندي اهو، بص كل كربونايه ماسكه ب 2 اتش. فانا لو عندي 2 سي ال، انا عندي الاورسو والبارا والميتا، وان انا احط الاثنين سي ال على نفس الكربون. فده الفرق بين السايكلو الكان والبنز. والسايكلو الكان عنده ميزه كمان، ان انا لو عندي سايكلو هكسان، الشكل اللي بعده هعمله سايكلو بنتان، وابدا احط كربونايه كبرانش، وبعدها اقوم عامله سايكلو بيوتان، وابدا احط كربونتين كبرانش. هل ده الشكل الوحيد ليهم؟ لا، ممكن اوزع الكربونتين كمان. فالسايكلوبيوتان عنده كام شكل؟ ادي 3، وادي الرابع، وادي الخامس. وبعدها ممكن اخليهم سايكلوبروبان، وابدا احط 3 كربون كبرانش. وخد بالك ان انت ممكن كمان تجمعهم ككربونتين كده، ككربونتين كده.
فعندك كذا شكل اللي هو ايه، انت ممكن تخليهم برانشات على السايكلو الكان ذات نفسه او تجمعهم في قطر عليها. فكل دي اشكال ممكن تجيبها. هل هو هيجيب لك حاجه صعبه قوي كده في الامتحان؟ مش هيجيب لك، انا بقول لك بس ايه ازاي تفكر، هي دي الفكره كلها اللي انا بقولها لك. بس وبعدها خلاص يعني انا كده قلت لك ازاي تفكر في كل شكل تقريبا. هقول لك السؤال اللي جالي في الامتحان اللي هو كان بيقول لك ايه، هات الايزومرز، ده كان امتحاني 2022، هات الايزومرز الانبرانشد لايه، للهكسين. فقمنا عاملين ايه، ادي 1 2 3، انا عايز اوريك بس ان السؤال بيجي سهل. ادي 6، هقوم عامل ايه، مره الدبل بوند هنا، ادي كده ده خلصناه، ومره الدبل بوند هنا، ادي كده ده التاني، ومره الدبل بوند هنا، ادي كده ده التالت. هل اعدي الخط اللي في النص؟ لا ما ينفعش اعديه، يبقى ادي كده كام، 3 اشكال. اللي عمل كده ده غلط. ليه؟ لان ناقص شكله، وقلت لك ده اللي انا نسيته في الامتحان، اللي هو السايكلو الكان، اللي هو بيبقى شكله عامل ازاي كده. هل ده برانشد؟ لا، ده انبرانشد. ليه مفيش برانشات؟ برانشد يعني ايه، ما تقلليش كربون وتحطها برانش، هو ده اللي هو قاله لك، قال لك هات لي الايزومر من غير ما تقلل كربون وتجيب لي برانش، عشان كده العدد قليل. فالصح ان هم يبقوا كام؟ الصح ان هم يبقوا 4 ايزومرز، ده هو الصح. انا عملت ايه، انا جاوبتها 3 واتحسبت لي صح في الامتحان وقفلت الكيمياء، سبحان الله. بس يعني حاولت اسهل عليكم سؤال الايزومر واخليه اسهل، عشان انا بحس الناس كده بتتلخبط فيه، وانا شخصيا كنت بتلخبط فيه. ممكن ده شرح سريع بس عشان انا مزنوق وانتوا بتقولوا لي اشرح حتى لو بسرعه، فانا حاولت ان انا اوضحها، ممكن كلامي يبقى ملخبط مش عارف. بس لو في حاجه ملخبطه قولوا لي، وانا احب ان انا اعدلها وان انا ابقى احسن في الموضوع ده. بس باي.